استفتحنا في الليلة البارحة سلسلة الكمالات المحمدية، وأعطينا مقدمة أساسية لهذا العلم. فكل ما من شأنه باطن في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم لا يدرك. إن شاء الله تعالى سنقف مع قبسات من الأسرار المحمدية. الحمد أنت بذاته وصفاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نحمده سبحانه وتعالى أن أعاد علينا شهر ربيع بعد صيف عقيم، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم وجلل وقدس على سيدنا ومولانا رسول الله عنوان الأكوان بالرحمة والأمان. فما ابتدأ بالحبيب سيختم بالرضوان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ثم ما بعد، فنهنئ الأمة المحمدية جمعاء بحلول شهر ربيع الأنوار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة ومرحمة على المسلمين أجمعين. ككل عام حينما يهل علينا شهر ربيع المبارك نستفتح سلسلة خاصة للتعرف على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. سلسلتنا في هذا العام إن شاء الله ستكون حول الكمالات المحمدية. والكمالات المحمدية كما لا يخفاكم كما عرفناها في سلسلة العام الماضي لما تكلمنا عن المعارف المحمدية باختصار، كل ليلة نتطرق إلى علم من العلوم المحمدية. لما تكلمنا عن الكمالات قلنا بأن الكمالات هي معرفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة الباطن، أي الكنه المحمدي، أو سميه إن شئت المقام المحمدي أو الأسرار المحمدية صلى الله عليه وسلم. الكون كله له صورة وحقيقة. الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء هكذا، لها صور وحقائق. صورتها ما تظهر للعيان أول وهلة أو ما يكون حالة تنزل. فحتى البشر نحن يعني الجمادات الحيوانات أعزكم الله كلها لها صورة، ولكن لها نفس تديرها أو روح باطنية. أنت حينما ترى أي شيء ترى صورته ولكن لا ترى حقيقته التي هي من خلف. حتى فينا نحن لنا صورة وهي جسد، ولنا حقيقة هي النفس أو العقل أو القلب أو الروح أو الرقيقة التي تمدنا، وهكذا دواليك. فقد أكون أعرفك من جهة الصورة ولكن لا أعرفك من جهة الحقيقة. وكلما شف إدراك الإنسان كلما اطلع على ما لطف أمامه. فالعارفون بالله أهل الله لما فتح الله بصائرهم وأعطاهم الكشف صاروا يدركون حقائق الأمور، فبدأوا بإدراك الحقائق السفلية. الفتح هكذا يبدأ، يتطلعون على حقائق الأشياء، وإن من شيء لا يسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم. فالله سبحانه يفقه يكشف الحجاب لعباده الصالحين، ثم يترقون هكذا بين الجمادات والحيوانات والجن والإنس، ثم يترقون إلى العوالم العلوية يكاشفونها حضرة فحضرة حتى يصلون إلى مشاهدة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أعلى المستويات، كما قال سيدي عبد السلام بن مشيش لما تكلم عن الحقائق قال: وفيه ارتقت الحقائق على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كأن الأشياء لها حقائق،
حقائق الجمادات ثم حقائق الحيوانات، النباتات ثم الحيوانات ثم الإنس، الجن ثم الإنس ثم الملائكة ثم الكمل من الإنس، وهكذا حتى نصل إلى الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم. أعلى مستوى في الحقائق هي حقيقته صلى الله عليه وسلم، ما يسمى عند العارفين بحقيقة الحقائق. حقيقة الحقائق أي كأن الحقائق كلها مدارها، مغزاها، معناها، محتدها، منتهاها، كنهها الحقيقة المحمدية صلى الله عليه وسلم، أي هو العلة الغائية من وراء كل. فلهذا صار إدراك الحقيقة المحمدية هو غاية الغايات. هذا المستوى ما يسمى بالحقيقة المحمدية، المستوى النهائي هذا يطلق عليه ساداتنا العارفون عدة مسميات، منهم من يسميها الحقيقة المحمدية، يقصدون بها حقيقته أي مستواه العالي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يطلق عليها الباطن المحمدي، فيقول لك هناك ظاهر له وباطن، فالعلماء يتعرفون على الظاهر والأولياء يتعرفون على الباطن. لماذا؟ لأن الله فتح بواطنهم، فصاروا يطلعون على باطن القرآن والسنة وباطن الحضرة المحمدية وهكذا. ومنهم من يسميها السريرة المحمدية، لقوله سبحانه وتعالى عالم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. فهناك أسرار إذن للوجود. فما هو السر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا ما يتجلى للعارفين، لا نقول يطلع عليه العارفون لئلا يكون هذا قدحا في جنابه الشريف صلى الله عليه وسلم، مش هم يطالعون عليه كأنهم يكاشفونه، ولكن هو يتجلى لهم صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا لا يحسن أن نقول هذا الولي يكاشف سيدنا رسول الله، لا، ولكن نقول يشاهد سيدنا رسول الله. فالمشاهدة تكون لمن يشاهد تجلى به الله عليه سبحانه. فالحضارات الدونية نقول مكاشفات، الحضارات العلوية نقول مشاهدات، مشاهدة الله ورسوله، ولا نقول مكاشفة الله ورسوله، استغفر الله العظيم. وإن كان غلب علينا كلمة أهل الكشف، هكذا هو الكشف للدونيين. قلنا هناك من يسميها السرائر أو السريرة أو الأسرار المحمدية صلى الله عليه وسلم. وهناك من يسميها الكمالات المحمدية، جمع كمال. لماذا لا يقولون الكمال هكذا على الإفراد؟ لأن هي كمالات لا متناهية. لا يقولون السر، الأسرار المحمدية، البطون المحمدية. لا يقولون المقام، المقامات المحمدية صلى الله عليه وسلم من الرسول. أو هناك من يسميها كذلك بالمقام المحمدي، على أنه يتكلم عن رتبته في المستوى العالي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن كان بعض العارفين لم يحبب هذه الكلمة. لماذا؟ قال لك إذا قلت أن فلان يشاهد أو يطالع أو له علم بالمقام المحمدي صلى الله عليه وسلم، كأنه حدده برتبة، لأن المقام يدل على المقام، على المقام، وهو لا مقام له يثبته صلى الله عليه وآله وسلم. والإشارة إليها ليلة الإسراء والمعراج، قيل كل نبي في سماء، ولكن لم تثبت له سماء محددة صلى الله عليه وسلم. السماوات السبع كل مرة يلقى نبي، ولكن هو صلى الله عليه وسلم جاز السماوات كإشارة إلى أنه لا مقام له يحدده. ولكن كل المقامات تلك تعتبر أعتاب له، حضر له صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو المقام الذي إن صح التعبير نسميه المقام المحمدي؟ كما الآن نسمي مثال أي واحد من الأولياء نقول مقامه كذا، هو القطب، هذا غوث، هذا كذا. ما هو مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول لي هو نبي، نقول لك لا، يوجد غيره أنبياء، رسول يوجد غيره رسل. ما هو؟ حتى ولو قلت الواسطة، نقول لك لا، يوجد غيره واسطة، يوجد الوسائط كثير في الوجود،
لو قلت برزخ يوجد غيره برزخ، لو قلت نور يوجد غيره نور. تقول إذن ما نقول له؟ لك لا مقام له يحدده ولا رتبة، حتى وإن أثبتنا له هذه الأشياء نثبتها له على الحوصلة والهيمنة. نقول مثال: هو سيد الرسل، سيد الأنبياء، الواسطة العظمى، البرزخ الأكبر. شوف دائما نضيف كلمة العظمى الأكبر، يعني حتى ولو شارك غيره في الواسطة هو الواسطة الله، شارك غيره في الرسالة هو الرسول الأعظم. ولكن أن يفرد أن يقول هو الرسول، تقول غيره كثير من الرسل. إذن أيما مقام شاركه فيه غيره صلى الله عليه وآله وسلم، حتى وإن نسبناه له بالتعظيم، ولكنه تنزل منه صلى الله عليه وسلم، تنزل منه. فلهذا حار العارفون في مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سنبينه إن شاء الله في هذه السلسلة. لماذا الكمالات المحمدية؟ الكمالات تدل على معنى الكمال، لا شك أنه مقابل. لماذا؟ تقول مقابل للنقص، نقول لك لا، الآن نتكلم عن ما هو مقابل للتمام وليس للنقص. الكمال على ضربين: إن شئت أن تجعل منه ما هو مقابل للنقص، وإن شئت أن تجعل منه ما هو مقابل للتمام. قد أقول لك هذا كامل، أقصد ليس ناقصا، ولكن قد أقول لك ابني لي هذا الجدار، تتممه تماما، يعني تبنيه يعني بالطوب هكذا، ولكن أقول لك كمله مازال ما كملتوش، يعني مازال ما أعطيتوش اللمسات الأخيرة هذه، تزيده كمالا على التمام الذي هو عليه. فحينما ننسب إليه الكمال لا لنقص يتوهم حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكن لتمام عندنا في عقولنا وفي عقائدنا. وما هو هذا التمام؟ هو المعرفة الظاهرة به صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أننا حينما نعرف سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم مع ما هي عليه من التمام والكمال، ولكن نقول هي تمام، الكمال من ورائها. نعرف شمائله الشريفة، معجزاته صلى الله عليه وسلم، فضائله كذا، نقول كل هذا إنما هو ضرب من التنزل، من ورائه كمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا حببنا هذا المصطلح لهذا العلم جملة: الكمالات المحمدية صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتفق على هذا المصطلح سائر الأولياء. وسبق وأن ذكرنا أمرا مهم، وهو أن ساداتنا الأولياء علومهم تأتيهم وهب، مش علوم يعني في العقل حتى يجلسوا، يعني مش علوم أوراق، علوم أذواق. كل يجد ذوقه في خلوته أو في مغارته أو في تجرده في الصحراء. ما هم جالسين مع بعضهم باش يديروا ملتقى ولا يديروا مش عارف مؤتمر ولا يديروا مصطلحات، لا. فالسالك منهم الصاحي الذي يكتب يروح يلملم تلك كما لملم أهل اللغة ما يعني تفرق من كلام العرب شذر مذر. فجاءونا بهذه القواعد ما يسمى باللغة العربية. فالعربي الأول لم يجلس ويقول يعني هذا يسمى مبتدا وهذا يسمى خبر وهذا يسمى جناس وهذا، لا لا لا. ولكن المتأخرين لما جلسوا قالوا نجمع ما كذلكم حال الأولياء. فلهذا هذا المصطلح، مصطلح الكمالات المحمدية، لا تجدونه في كل الكتب. هو لعله تسمية العلم بهذا المصطلح جديد، وإن كان وجدناه في بعض مؤلفات العارفين بالله. مثال سيدي محمد بن عبد الكبير الكتاني قدس الله سره، له تائية أراد منها أن تكون ألفية، ولكنه يعني سبق له الأجل قدس الله سره، فجاءت في حوالي 500 بيت، سماها تائية الكمالات المحمدية صلى الله عليه وسلم. تائية الكمالات. سيدي عبد الكريم الجيلي قدس الله سره له كتاب اسمه الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم، يشير له كتاب آخر اسمه الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية صلى الله عليه وسلم. فنحن اخترنا هذا الاسم من هذه الكتب وهذه لأن هؤلاء أقطاب هذا العلم، يعني هم أربابه، هم من بحثوا في فصوله ونقحوها.
فكثير من اصطلاحات هذا العلم يرجع إلى هؤلاء العارفين. هذا معنى الكمال. ولماذا في هذا الوقت بالضبط؟ لأن من جهتين. الأولى من جهة إن صح التعبير ردة فعل، وهي الآن لما كثر التنكير عن جنابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يبدع المولد النبوي الشريف، وهذا يبدع الزيارة، وهذا يبدع المدح، وهذا وهذا وهذا. أذن الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المجالس وهذه العلوم، فجاءت ردة الفعل في مستوى عالي، مش نبينوا للناس أنتم لعلكم تظنون أنه صلى الله عليه وآله وسلم مجرد نبي أو مجرد رسول أو جاء برسالة وذهب، أو نحن لا نعتقد أنه هكذا صلى الله عليه وسلم، بل اعتقادنا فيه لا يوصف، كما قال سيدنا الإمام البصيري ولمدح نعم ولمدح فيك الغلو وأن للسان في مدحك، ولقلبي فيك الغلو وأن للسان في مدحك الغلواء. قال يعني قلبي عنده واحد الغلو فيك، ولكن لساني ما طاقش يوصف ذاك الوصف اللي بغينا نوصل به الفكرة. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفم أبدا. لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام، لكن لم يمتحن بما تعي العقول به، حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. أعيا الورى فهم معناه أي باطنه حقيقة صلى الله عليه وسلم، فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. هذا المعنى الذي اختصره لنا الإمام البصيري في الأبيات هو المغزى الذي إن شاء الله نسير عليه. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. حال الأمة اليوم مع النكير، مع تهميش ما له علاقة بحضرته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم، أردناها أن تكون نهضة محمدية صلى الله عليه وسلم، لأنه كما تعلمون في هذا الوقت الذي ظهر فيه الإبداع في كل العلوم والفنون. فلو جئنا بالسيرة النبوية الشريفة أو الشمائل الشريفة أو المدائح على العموم، من مدائح الظاهرة يعني التي يعني جلها تدور حول يعني أنه كلمته الغزالة وأنه انتصر في بدر، وأنه يأتي الشاب اللي هو يعني في العلوم والفنون قطع مشوار وكل يوم عنده جديد في الدراسات يعني العليا، ومن بعد تجيب له يعني في سيرته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم أو في شمائله ما قرأه منذ كان طفلا نفس المستوى الذي يبقى معه حتى يشيخ. فماذا سيكون حاله مع الإيمان بسيدنا رسول الله؟ ستجف منابع الإيمان بسيدنا رسول الله. لهذا رفع مستوى المعرفة به صلى الله عليه وآله وسلم سيرفع مستوى الإيمان به، لا شك في هذا. رفع مستوى الوجدان والعرفان يرفع مستوى الإيمان. ذكرنا هذا في السلسلة العام الماضي لما تكلمنا حتى عن الوجدانيات في المدائح أو في الصلوات. أو شبابنا اليوم هايمين مع الأهواء والهوايات، ومن بعد أنت اليوم كي باقي ترجعوا للدين ترجعوا بالصورة. الدين مجرد اتباع له صلى الله عليه وآله وسلم، فلن ينجذب نحوه صلى الله عليه وآله وسلم. حتى ولو وصفت له شمائل سيدنا رسول الله من جهة الظاهر فحسب لن ينجذب لها، لأنه عنده من يعني في الحياة الدنيا من زخرفها ما يجذب القلوب.
لهذا لابد أن تكون هناك نقلة نوعية من الظاهر إلى الباطن، إلى هذا المستوى العالي في الوجدان والعرفان. وهذا ما نجده عند السادة الصوفية رضي الله عنهم. فجزى الله عنا ساداتنا الأولياء خير الجزاء، حيث عرفونا بالله سبحانه وتعالى وبحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، وما آلوا جهدا وما قصروا في التعريف، اللهم إلا إن قصرنا نحن في الإدراك. كتبهم ودواوينهم وصلواتهم وما توارثته الأجيال من أحوالهم ومن طرقهم مما يسري من باطن إلى باطن، هذا كفيل لأن ينقل الأمة نقلة نوعية إلى الأعلى. فمن العجيب أن تجد إنسان طالب علم ولا يدري بأن له صلى الله عليه وآله وسلم مستوى باطني أعلى من المستوى الظاهر، أو أن تجد صوفيا ينتمي إلى الطرق الصوفية ولو قلت له حدثني عن باطنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يدرك حرفا منها، مع أنه قد يحفظ بعض الصلوات وبعض القصائد، ولكن أن يترجم تلك الرموز إلى علم يدرس فلا. كنا نظن بأن هذه الصلوات مجرد مبالغة هكذا، وصف أرادوا أن يتفننوا في اللغة لا. صلاة واحدة كصلاة سيد الإمام الشاذلي قدس الله سره، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات، هذه وحدها قادر تفصلها في مجلدات. النور الذاتي أقمنا على سلسلة العام الذي قبل هذا شهر كامل ونحن نتكلم عن نورانية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما السر الساري في سائر الأسماء والصفات لو أردنا أن نتكلم عنها على الأقل نحتاج 99 يوم، لأن نتكلم عن مظهريته لكل اسم من أسماء الله الحسنى فقط، 3 أشهر متوالية. هذا إذا كل يوم أعطيناها اسم فقط. وهذا الذي حققه سيدي عبد الكريم الجيلي في كتاب الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية، أي مظهريته لأسماء الله الحسنى. هي صلاة كنا نراها بأنها بسيطة، قد تجد جملة في كلام العارفين تحتاج إلى تفصيل. ذات مرة قرأنا في كتاب الإنسان الكامل لقول سيدي عبد الكريم الجيلي في قول المولى سبحانه وتعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، قال 7 المثاني هنا هي الصفات المعاني 7، والقرآن العظيم هنا معناه تجلي الذات. فاستوقفنا هذا المعنى فألفنا فيه رسالة اللي هي رسالة 7 المثاني. درسنا مظهرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصفات 7، ثم لحضرة الذات، وما علاقة هذا بتجلي القرآن والفرقان. والقرآن العظيم درك صار تجلي القرآن، 7 المثاني تجلي الفرقان. إذن كلام العارفين معبأ مركز يحتاج إلى من يفككه، وهذا شيء بسيط. حتى إذا لم تكن من أهل الفتح كن من أهل الذوق فقط، سلم لهم. كما قال سيدي عبد الكريم الجيلي في بعض كتبه قد كتبنا هذا الكلام لأجيال تأتي من بعدنا، فمن قرأ هذا الكلام وآمن بما فيه أو سلم له فله ما لنا وعليه ما علينا. قال لي اقرأ كلامنا وفهمه وسلم له فهو منا، له ما لنا وعليه ما علينا، حتى وإن لم يفتح الله عليه. فلهذا حينما نتكلم في مثل هذا الكلام مصدرنا الأساسي القرآن والسنة، ولكن بفهم الأئمة من السادة العارفين بالله. كما أننا حينما نتكلم في الشريعة مصدرنا الأصلي القرآن والسنة في الفقه، ولكن بفهم الأئمة من الفقهاء. حينما نتكلم في العقيدة القرآن والسنة، ولكن بفهم أئمة العقيدة من أصحاب علم الكلام. لكل فن أربابه.
فاستدلالنا في هذه السلسلة لا يكون إلا بالأولياء قدس الله أسرارهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا بأمدادهم، لأنهم ساداتنا الأولياء كما قالوا لنا بأنهم إذا ذكر الولي من الأولياء ستحضر روحه، لأن أرواحهم مطلقة في الكون، أرواحهم مطلقة. إذا ذكر الولي من الأولياء تحضر، وهذا ما عبر عنه البعض بقوله عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات. إيش المعنى أن يكون الشيطان يعني كل وقت حاضر معنا ونتعوذ منه يعني وسيادنا الأولياء يعني مربوطين؟ لا. وكان ذات مرة صلى الله عليه وآله وسلم جالسا فجاءته السيدة أسماء بنت عميس تشكي حالها، فقال لها، هي زوجة سيدنا جعفر الطيار وذاك زمان استشهد، قال لها هو جعفر يطير مع الملائكة يسلم عليه، يعني جاي يحضر المجلس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أرواح المؤمنين تطير كما ورد في الحديث النبوي الشريف، فكيف بأرواح ساداتنا الأولياء؟ قالون بأن سيدنا الخضر حيثما ذكر يحضر، كذلك هؤلاء. وما تقيساش بالمقاس الحسي، يعني تقول الروح من هناك إلى هنا، لا، الروح ما كما هك. الروح تحضر حيثما تسمع، وترى حيثما تسمع، وتسمع حيثما ترى، يعني الأمور عندها شيء واحد، يعني وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، قل الروح من أمر ربي. قلنا بفهم العارفين بالله استنادا لماذا؟ كتبهم بالدرجة الأولى، وسندلل بالكتب ونعطي عناوين إن شاء الله لمن أراد أن يبحث وأن يتابعنا فيها، وقصائدهم كذلك من خمريات ومن مدائح له صلى الله عليه وآله وسلم، وصلواتهم. ركزوا لنا يا سادة على صلوات العارفين، فإنها قلنا متون للحقائق المحمدية. يعني اللي يحفظ مثال صلاة المشيشية، هذا يعني كأنه مثال عنده حوالي 20 30 40 باب من أبواب الكمالات المحمدية تصير في ذهنه إذا فهمها. فبمجرد أن تصلي بها إذا فهمتها مرة أخرى تصير كأنك وأنت تصلي عليه تمدحه وتعظمه بكل تلك الكمالات. هذه فائدة هذه السلسلة إن شاء الله. يعني وصية أختم بها، لعل بعض يقول يعني لماذا يعني الكمالات ممكن يعني والناس المستويات البدائية لا زالوا لم يعرفونها. لنرفع المستوى كما قلنا قبل قليل، ردة فعل باش يعني نبينوا لهذوك الوهابية والمنكرين بأن ها هو المستوى. من جهة أخرى المحبين لنقول لهم الذي تطلبه أمامك كما قال سيدي ابن عطاء الله السكندري، ما أرادت همة أن تقف عند مقام إلا ونادت هواتف الحقيقة الذي تطلبه أمامك. لا يوجد وقوف في الحضرة أبدا، دائما ترقي. قالوا لنا عن مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا لا نقول أن له مقام محدد؟ قالوا لأنه في كل ثانية يترقى صلى الله عليه وسلم. فلو جيت تتكلم عن مقام نقول لك قبل قليل ولا الآن لا تتكلم عنه. فإذا كان هو كل ثانية يترقى ونوره أول الخلق، احسب الترقيات تاعه، ونحن إلى حد الآن لا زلنا لم نترقى ولو درجة واحدة في معرفته صلى الله عليه وسلم. فعيب علينا نحن يعني معاشر الصوفية المحبين المتعلقين به صلى الله عليه وسلم المكثرين من الصلاة عليه أن نبقى عوام في معرفة حقيقته صلى الله عليه وسلم. لابد أن نرقي المستوى، رقي المستوى بالإنصات للعارفين بالله بقراءة كتبهم قصائدهم، حتى إذا صار عندك أنت لا بأس مستوى، إذا بلغت أشدك واستويت يؤتيك الله سبحانه وتعالى فيضا، تصير أنت تفهم من القرآن ومن السنة، يلهمك الله سبحانه وتعالى، تأتيك إشارات وبشارات، وأنت في وردك تأتيك الواردات، تصير تدرك أشياء لا تقرأها أم لم تقرأها في الكتب. وهذا معنى الواردات المحمدية. تسمعون نقول احنا الصلاة على سيدنا رسول الله واردات. قلنا البارحة المولد له نفحات، إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا له. إذا سألتك ما النفحة التي تريدها من المولد؟ ماذا تريد؟ تريد المال؟ تريد الدنيا؟ لا تقول لي ماذا تريد؟
الجزاء من جنس العمل، نحن نحبه لنتصل به ولنتعرف به وليفتح الله علينا به صلى الله عليه وسلم. الفتح ما هو؟ 3: معرفة وتحقق وشهود. هاي المعرفة، إذا أكثرت من الصلاة عليه ولم تزدد معرفة به، كل يوم تصلي 1000 أو 2000 أو 10,000، العام الماضي كهذا العام يعني لم تفتح لك نافذة من العلم اللدني المحمدي يعرفك الله سبحانه وتعالى لحقيقته صلى الله عليه وآله وسلم، نقول لك لا، كاين خلل. إما أنت ماكش تصلي على الحقيقة ولا ماكش مواظب على وردك، ولا أن مولانا سبحانه وتعالى يناديك من مكان قريب وأنت تأبى، تريد أن تكون ممن ينادون من مكان بعيد. إشارات وأنت عنها في صمم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تحتاج ماذا؟ أن تشغل آلية فهم الإشارة وأن تقف معها. إذن فليس بدعا هذه المعارف التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى، وإن كنا سننزل إن شاء الله المستوى قدر المستطاع، وسنستدل على كل كمال من الكمالات قدر المستطاع من القرآن والسنة، وما وجدناه فيه جمعا ما بين أهل العلم الظاهر والباطن سنقوله إن شاء الله تعالى. وهناك كتب إن شاء الله لمن أراد أن يتتبعنا في السلسلة إلى ما طبع إلى حد الآن من كتاب الكمالات المحمدية. قسمناه إلى أجزاء، كل مرة نخرج جزءا على حسب الباب الذي يعني ندرسه. مثال يعني عندنا كتاب اسمه مجلى الذات أو تجلي الذات، كتاب اسمه سبحات الإعجاز في العجز عن إدراك الحقيقة المحمدية، كتاب اسمه النور المحمدي، كتاب اسمه الحقيقة المحمدية. هذا كل جزء في هذه إن شاء الله تجدونها مطبوعة، مش يعني من أراد أن يجمع ما بين الأذواق والأوراق، يعني يطالع وشوف يعني يقيس الله. وجمعنا كذلك متنا في هذا سميناه ألفية الحقيقة المحمدية. ألفية الحقيقة المحمدية لمن يعني أراد، هي مرمزة بإشارات أهل العرفان، والإشارات سنفك رموزها كذلك في هذه السلسلة. نعم. وللحديث بقية، وصلى الله على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ومن على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك سيدنا يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله، والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، والسلام عليك صلى الله عليك وعلى آلك والرضا نصحى بك يا خير من اختارك الله. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله.